السلام عليكم ورحمة الله إخواني الأفاضل، أينما كنتم حياكم الله. نحن اليوم الجمعة 11 جانفي يناير 2019، وهذا حديث اللايف المباشر عبر الفيسبوك إليكم. أينما كنتم حياكم الله. تصلني منكم رسائل من مختلف بلدان العالم، آخرها كانت رسالة ربما من الفيتنام، ولكن أيضا من أماكن متعددة. تصلني رسائل من كل مكان. شكرا على متابعتكم، شكرا على إبداء آرائكم، شكرا على رسائلكم حتى عندما أعجز عن الرد عنها جميعا، وشكرا على هذا الاهتمام المتزايد والمتصاعد بالبلاد وبما يجري في الجزائر. هناك اهتمام غير مسبوق أشهده وألاحظه من خلال الاتصالات اللي تصلني، خاصة عبر رسائل الفيسبوك، ولكن أيضا عبر الإيميل، عبر التليفون، عبر رسائل التليفون، عبر الواتساب، عبر عدة تليجرام، فايبر إلى آخره. هذا الشعور وهذا الإحساس في الحقيقة فيه جانبين. فيه جانب هو شعور الجزائريين بشكل عام من أن بلدهم في وضع حرج، وضع صعب. هذا الشعور يتراكم والإحساس به أصبح أكبر من أي وقت مضى. ولكن أيضا هناك شعور آخر، وهذا اللي يسعدني أكثر، هو أنه كثيرين يريدون أن يقدموا شيء، يشعروا بأن لديهم مسؤولية على تقديم شيء، وخاصة هذا أخواننا اللي راهم جزائريين اللي هم في الخارج. الداخل أيضا في الحقيقة الكثيرين يكتبون لي يقولوا لي كيف نساهم، كيف نشارك، كيف نساعد. الوضع راه صعب، الوضع راه خطير. نعم، الوضع صعب وخطير، ولكنه ليس ميؤوس منه. نحن لا نيأس أبدا، وكل إنسان عاقل، كل إنسان فاهم فيعرف أن اليأس ليس من أخلاق الناس اللي تقاوم، والناس اللي تكافح، والناس اللي تناضل، والناس اللي تجاهد ضد الطغيان أو ضد الاستعمار أو ضد الغزو. الإنسان دائما يقوم بما يجب أن يقوم به، ويترك الباقي للأجيال التي من بعده. يترك الباقي للأجيال من بعده. وإذا كان إنسان مؤمن فهو يعرف أنه في نهاية المطاف عليه أن يؤدي دوره في هذه الدنيا ويترك الأمر لله. قضية النتيجة، بالرغم أن نسعى دائما إلى أفضل نتيجة ممكنة، لكن الإنسان مسؤول خاصة على أن يكون لديه نية حسنة، ثم يكون لديه أو يقوم بعمل أفضل عمل ممكن في أي مجال كان. أما النتيجة فستأتي بإذن الله حتى ولو تأخرت. قبل 8 سنوات في هذه اللحظات بالذات تقريبا كنت مشارك في برنامج الاتجاه المعاكس، فيصل القاسم، وكان واحد مقابلني، واحد تونسي يسموه برهان بسيس، وكان نقاش طويل يومها. كانت فيه انتفاضة الشعب التونسي ضد بن علي، وكان نقاش حول هذا اللقاء، كان نقاش ساخن جدا يعني. في لحظة من اللحظات قلت سيسقط بن علي في بضعة أسابيع، وأنا لا أقول هذا هكذا فقط كلام، أنا على قناعة، أنا بمعنى أني على قناعة راسخة من هذا، يعني ليس لدي أدنى شك. ثم أضفت له في لحظة أخرى، قلت له بأني كل هذه الأنظمة الطغيانية ستسقط بشكل أو بآخر. حتى أني ذكرت، قلت من سوريا إلى اليمن إلى مصر إلى الجزائر إلى ليبيا إلى آخره. بعد 2 التقيت واحد من سوريا قال لي كنا نظن أن يسقط أو أن تتحرك الناس، كل الناس إلا الشعب السوري. الشعب السوري كنا نظن أنه مات، ومات نهائيا بعد حكم بشع من حافظ الأسد ثم تلاه ابنه. لكن تحرك الشعب السوري. صحيح أن القوى الكبرى والجماعات والميليشيات تدخلت فأفسدت انتفاضة الشعب السوري، والطغيان يريدون أن يقدموها كمثال لتخويف وإرعاب الشعوب. لكن مع ذلك سوريا لم تنتهي حتى هذا الآن السعودية والإمارات والبحرين، وذاك تسمعوا النظام تاع الجزائر والسيسي، كلهم راهم يجروا باش يعاودوا يجيبوا الأسد، لأنه باختصار بسيط نجح في المهمة نتاعو. مهمته هدم سوريا، هدمها، قتل مئات الآلاف، قتلهم، مشاركة مع الآخرين.
تشريد الملايين تم، كل هذا تم. فخلاص انت اديت المهمه، سواء على مستوى طغاة العالم ولا طغاة العرب، كلهم راح يشكروك. ولذلك انا مرات كنت دائما نقول باللي هذو يا جماعه لا تنتظروا من نظام سعودي او نظام اماراتي او نظام يقول لك راه يدعم الثوار في سوريا ويدعم الثوار في العراق، كلام فارغ. الثورات والانتفاضات هي ضد هذه الانظمه، لان هذه انظمه تاع طغيان، تاع نهب، تاع سرقات، تاع قمع، وانت عماله انا شفنا السيسي مباشره الان في برنامج CBS قبل يومين أو 3 يقول راهو يتعاون مع إسرائيل. على واش يتعاونوا مع إسرائيل؟ على قتل المصريين في سيناء. يعني المفروض أن إسرائيل عدوة لمصر وبيناتهم عداوات وصارت حروب إلى آخره، لكن يجي هذا الجنرال اللي قتل المصريين في الساحات العامة ويتعاون مع إسرائيل على قتل المصريين في سيناء. لم يعد شيء يختشوا منه ولا يحشموا منه ولا. قبل أن على كل هذا تقديم سريع في انتظار أنه خاوتنا يلتحقوا من كل مكان. وبالمناسبة أريد أن بالنسبة لخاوتنا الأمازيغ اللي بعثوا لي يسألوا أو يباركوا في العام الأمازيغ الجديد، نقول لهم كل عام وأنتم بخير. أنا صحيح لا أحتفل لا بالعام الأمازيغي ولا بالعام الهجري ولا بالعام الميلادي ولا ب5 جويلية ولا ب8 أول ماي ولا ب 8 مارس لا أحتفل بأي شيء. أنا أحتفل بالعيد الصغير والكبير، وأتذكر بشكل خاص أول نوفمبر، يعني باعتبارها كانت يوما عظيما من أيام العظمى لهذه البلاد وهذه الأمة هذه الشعب. أما الإخوة اللي يحتفلوا فأنا أهنئهم حتى وإن كنت لا أحتفل. بعض الناس طبعا ينزعجون، بعض الناس لما يكون هناك المولد ينقسم، حتى داخل الأسرة تلقى الناس منقسمين ما بين اللي يحتفلوا بالمولد النبوي واللي مش محتفلين، ومرات تصرى خصومات وتصرى أشياء وتصرى صراعات وتصرى خلافات على هذا الموضوع. كيف العام الهجري هناك أحيانا تصرى خلافات، تحتفلوا ما تحتفلوش، هذه بدعة هذه مش بدعة. العام الأمازيغي العام الميلادي، أنا رأيي في الموضوع هذا إخواني، شوفوا سيرتوا الناس اللي ربما كي تخرج برا وتعاشر أجناس وأنواع وأصناف وألوان ولغات وعالم آخر، تبدأ تبان لك هذه الأشياء يعني بسيطة جدا، حتى لا أقول تافهة. تبدأ تبان الأشياء على هذه الخلافات على هذه الأشياء لا معنى لها. خلوا الناس، هذه الناس أحرار في هذه المواضيع. الناس راه كاين اللي راهي يعني نعطي مثال لخاوتنا الاسلاميين ولا المسلمين، يقول لك الاحتفال بهذا بدعه، يراه قدامك راه يكفر بالله. هل الكفر بالله اهم ولا الاحتفال بالمولد ولا الاحتفال بالسنه الميلاديه ولا الامازيغيه ولا سنه الهجره؟ ولا من هو الاخطر والاهم؟ راه كاين اللي يقتل في عباد الله، كاين اللي يسجن في عباد الله، كاين اللي يسرق في اموال الشعب، كاين اللي ينهب. هل هذاك أهم أم تغرق في هذه القضية؟ ممكن هذه فيها آراء وفيها خلافات. حتى العلماء كنت نسمع قبل أيام هنا في خطيب الجمعة في صلاة الجمعة يقول بأن، وأنا كنت عارف الفتوى لكن زدت سمعتها مليح، يعني يقول بأن العلماء اختلفوا في قضية تهنئة المسيحيين بعيد الميلاد، الكريسماس، نوال. يقول بالناس العلماء اختلفوا. كاين علماء قالوا تهنئتهم لا شيء فيه، لأن هذا ليس عيد ديني، وسيدنا عيسى أصلا لم يلد في ديسمبر، سيدنا عيسى من مواليد على الأرجح شهر سبتمبر. وآخرين قالوا لا يجوز تهنئة المسيحيين بالكريسماس لأنه فيه التثليث وفيه عيسى ابن الله إلى آخره. المهم كيف ما كان علماء كبار اختلفوا في الرأي، لكن واحد ما كفر واحد ولا خرجوا من الملة، ولا كلهم احتفظ بالرأي، كل واحد احتفظ برأيه وكل واحد عنده الأدلة نتاعو. لما يكبر العقل تاع الإنسان ويتوسع ويشوف العالم ويشوف الناس ويشوف الأجناس ويشوف كل هذه الأشياء تصبح بسيطة عنده، ويعرف بأن هناك أهم. مثلا في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم على أنه دم المسلم أهم من هدم الكعبة، يعني تقتل مسلم بريء أهم من أنك تقوم بهدم الكعبة. كون الناس تشوف واحد راح يهدم الكعبة العالم ينقلب على رأسه.
بصح يشوفوا مرات ناس مئات يقتلون وكان الناس ما يتحركوش. مثلا الروهينجا مثلا قتل منهم الآلاف إلى مش عشرات الآلاف. المسلمين في الصين الآن تاع تركستان الشرقية راهم 2 ملايين 2 ملايين، وهذا حتى مش من عندنا احنا، يعني حتى من مصادر إعلامية عالمية وبما فيها ما يسمى بالأمم المتحدة. 2 ملايين راهم تحت إعادة غسل الدماغ نتاعهم تماما يعني. لكن ما كاين عالم ولا إمام ما يذكرش هذا الموضوع تماما، لكن مستعد أن يقاتل على جال أن فلان احتفل بعيد الميلاد ولا احتفل بالعام الأمازيغي ولا بالعام الهجري ولا بالمولد بمعنى فيه مشكلة أولويات. أنا لا أقول أن هذه الأشياء مش مهمة، أقول أن هناك أولويات. أهم شيء في الصراع، في الخلاف، في القضايا، في الفهم، في المعارك الكبرى هو أن تعرف أولوياتك، تحدد الأولويات. ما هو الشيء المهم جدا، ما هو الشيء المهم، ما هو الأقل أهمية، ما هو الشيء البسيط، ما هو الشيء التافه. إذا ما عرفتش هذه الأشياء واختلط لك البريوريتي كما يقال، الأولويات، راح تغرق بأتم معنى الكلمة. قبل أيام أراسلني واحد الأخ فاضل وجادلني في موضوع معين، يعني بدون أن أذكر موضوع بسيط. فقلت له أنه هذا فيه آراء، يعني قلت له أنه مليح، يعني الموضوع اللي جدلني فيه هو أنه سمع وضعت أنا فيديو لإمام يتكلم، عالم دين أو إمام يتكلم قال أن أولي الأمر المقصودين في القرآن هم ليسوا الحكام، هم العلماء. وعنده الأدلة، هذا الرجل الذي كان يتكلم، هذا الإمام عنده أدلة نتاعو 1 2 3 4 5. فأخونا هذا كتب لي رسالة يشرح فيها رأيه، قال لي كذا كذا كذا، وأنه لا، هم العلماء ليس أولي الأمر ليس العلماء إنما هم الحكام، وله أدلة. قلت له أن هذا مختلف فيه. صحيح أن الغالب أن أولي الأمر هم الحكام، لكن هناك آراء نتاع علماء آخرين قالوا لا، أولي الأمر هم العلماء. ولذلك جاء بذكر، لا توجد كلمة ولي الأمر في القرآن نهائيا. كلمة ولي الأمر لا توجد أولي الأمر، بمعنى أن هناك مجموعة هي التي تتولى الأمر، سواء تتولى أمر العلم والفتوى إذا قلنا أنهم العلماء، أو تتولى أمر الحكم إذا قلنا أنهم الحكام. فقلت له أنا فيه آراء، فرد لي الأخ هذا قال لي لا، الدين ما فيش آراء. فاستغربت، يعني استغربت استغراب شديد. أنا لا ألوم هذا الأخ، يعني هو أخ فاضل وبكل تأكيد، لكن استغربت. الدين بالعكس، يعني الأخ هذا ما يعرفش بأن هناك مثلا 4 مدارس، اللي هي الإمام مالك والإمام الشافعي والحنبلي والحنفي، 4 مدارس كبرى. العالم الإسلامي اليوم اللي هو أكثر من 1,600,000,000 مسلم ينقسمون إلى هذه المدارس ويختلفون في هذه كاين أشياء كثيرة صحيح لا يختلفون في الكليات الكبرى ولا يختلفون في القضايا الكبرى، لكن يختلفون في كثير من الأشياء المهمة مش مهم. مثلا نعطيكم مثال، قضية الولي بالنسبة للمرأة. مثلا فيه من هذه المدارس أنه يرى أنه المرأة لا تحتاج لولي عند الزواج. مثلا عندما تروح في تركيا، وأعتقد أنه الحنفي هناك يسود، مثلا ما يحتاجوش، المرأة لا تحتاج ولي، ليس يجب الولي لكي تتزوج. بينما في الإمام مالك هذا شرط فاسخ للعقد، وفي أيضا فيما أعتقد في الحنبلي. وداخل المدرسة المالكية فيه أفكار وفيه نقاشات حتى حول هذا الموضوع، لكن الرأي العام. إذن فالدين فيه آراء. اللي ما فيش آراء هو الكليات الكبرى، هو ما يعرف أو ما يعرفه الأصوليون بما يعرف المعروف قطعي الدلالة، النص قطعي الدلالة قطعي الثبوت، قطعي الدلالة قطعي الثبوت. ما عداه، والنصوص هذه تنقسم إلى 4: نصوص قطعية الدلالة قطعية الثبوت، نصوص قطعية الدلالة ظنية الثبوت، نصوص ظنية الدلالة قطعية الثبوت، ونصوص ظنية الدلالة ظنية الثبوت.
هذه القضايا ما عدا الأولى اللي فيها اتفاق بين المسلمين السنة، يعني القضايا الأخرى فيها خلافات واختلافات وآراء مختلفة، حتى إلى درجة أردت فقط أن أبدأ بهذا الموضوع لأن هذا موضوع راني راح ندخل به إلى مدخل آخر، وهو مدخل الخلافات والصراعات اللي راح تقوم الآن واللي راح يضخمها النظام ما بين عربي وقبايلي والجنوب والشمال، وهذه السنة الأمازيغية والسنة الآخر، وهذه هذا مهم جدا. فقال الإمام مالك رحمه الله، وكان من أعظم علماء المسلمين، وكما نعرفه هو أولهم اللي أنشأ المدرسة المالكية. يعني جاء في فترة معينة كان الحاكم آنذاك قال له أقام الإمام مالك أو كتب الإمام مالك الموطأ. لما كتب الإمام مالك الموطأ وهو أشهر كتاب لدى المالكية وكان أشهر كتاب في الفقه يومها، قالوا الحاكم اللي كان آنذاك الدولة الأموية قالوا نجعله هذا الكتاب نجعله فرض على كل المسلمين، لأن المسلمين بدأوا يدخلوا في الدين، بدأت الناس تدخل في الدين من كل مكان، من شمال إفريقيا، من إفريقيا، من آسيا، حتى من إسبانيا اللي كانت الأندلس إلى آخره، والناس راهي تلفت لها في الأمور ومختلفة في الأمور إلى آخره. قالوا نجعله إلزامي باش يعني كما نقولوا بور ستاندارديزي، يعني بور دير كاتيجوريزاسيون، خلاص الناس تتبع هذا الكتاب وخلاص. الإمام مالك قال له لا، قال له لا تفعل. ثم قال كلمة مشهورة الإمام مالك، نظر إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم. الإمام مالك من مواليد المدينة وعاش فيها وبقي فيها. قال لهم كل يؤخذ منه ويرد إلا صاحب هذا القبر، كل يؤخذ منه ويرد إلا صاحب هذا القبر. هذه القاعدة اللي أسسها الإمام مالك هي اللي مشات ما بين العلماء ومشات ما بين الأفكار ومشات في العالم الإسلامي في فترة عندما كان العالم الإسلامي متطور ومزدهر. وهذه الأفكار، تقبل الرأي الآخر وأن الخلاف لا يكون مشكلة إلى آخره، هي اللي مضات عند الغربيين اليوم. الغربيين اليوم في خلافات وخصومات وأفكار وإيديولوجيات وشرق ويسار ويمين، واليمين المتطرف واليسار المتطرف والفوضويين والإباحيين، كلهم موجودين لكن متعايشين، يحتكمون في نهاية المطاف إلى صندوق الانتخاب ومتعايشين. ونجو احنا مسلمين، ويجوهم الهنودة اللي يعبدوا البقر، ويجوهم اللي يعبد الفيران، ويجيهم اللي ما يعبد ولا شيء، ويجيهم، وتجد هذه البلدان متعايشة. صحيح أن القرار في نهاية المطاف هو للغربيين، لكن في نهاية المطاف كاين تعايش. صحيح فيه إسلاموفوبيا وفيه نوع من الضغط على المسلمين، لكن يبقى محدود. ومن حين لآخر يقوم القضاء في ألمانيا أو في بريطانيا أو في كندا بسجن متطرفين غربيين ويدخلهم للسجن لأنهم ضربوا مسلمة أو اعتدوا على مسلم أو قتلوا مسلم هنا أو هناك. هذا مهم يا إخواني، هذا لازم، راهو من لا يشكر الناس لا يشكر الله، لازم نعترفوا بهذا. أنا مع أنكم تعرفوا رأيي في الغرب الإمبريالي والاستعماري، وأنا معارض له في المطلق ومندد به في المطلق، لكن هذا مهم، هذا مهم وأساسي، وهو أنك في حدود معينة تتقبل الآخر. مش لازم نكونوا فوتوكوبي تاع بعضانا كلنا. مرة كتب لي واحد من الإخوان مرة يعني، والله كنت نتابع فيك وأنا كنت دائما نتابع في الصفحة، بصح راني ألغيت متابعتي. طيب أنا ما نردش على المواضيع هذه، لكن شوف، لأنك راك ذكرت القضية الفلانية نختلف معك فيها، راك انتقدت بومدين أنا نختلف معك فيه. طيب معناها أنت كنت، وكاين اللي يقول لي كنت نتابع فيك لسنوات، لكن راني في هذيك النقطة اختلفت معك، خلاص راني لغيت متابعتي. أنا نقول له بسلامة ما عنديش مشكلة فيها، لكن أنت وش معناها؟ معناها اللي يختلف معاك تلغيه ولا تلغي نفسك معاه، ولا مشكلة، لأن هذه يخلق مشاكل حتى داخل الأسر، ما بين الزوج والزوجة، ما بين الأولاد والأب، ما بين الأخ والأخ، الأخت والأخ، مشاكل حقيقية. لازم نتوسعوا شوية ونتقبلوا الآراء الأخرى. نعم الإنسان عنده مبادئ، عنده قيم يدافع عليها. تعرفوا مبادئ، تعرفوا قيمي، اللي تابعني راني أكثر من 23 سنة. ما عنديش من
مثلا تفاوض او مع النظام هذا، لان نعتبره نظام مفسد مجرم قاتل. ومع ذلك نقول له كان يطلع لنا فيه ناس منه مصلحين يقولوا كلمة حق، يحبوا يغيروا الحال بلا ما تروح البلاد إلى الفوضى، نرحب بهم ونسمع منهم، وقد نتعاون على إنقاذ الجزائر. لما لا؟ بشرط ما نكونوش دراويش كما كانوا الدراويش اللي داروهم، يعني ما يتلاعبوش بينا كما تلاعبوا بآخرين. لازم تكون الأمور واضحة يعني. وعلى قول سيدنا عمر: لست بالخب ولا الخب يخدعني. يعني هذه القضايا، الحق في الاختلاف، الحق في وجهات النظر الأخرى، هذا مهم جدا يا أخوة، مهم جدا. راني نقولها لكم الآن وإحنا قادمين على مرحلة حرجة مزعجة مقلقة، والله بدون مبالغة. أنا قادمين لا قدر الله على كوارث. راهو لو كان ما يكونش عندنا العقول والرزانة والعدالة وما يسمى بالإنجليزية الفيرنس، لازم باش يكون الإنسان جيست بالفرنساوية، يعني كون ما يتعودش عندنا هذه، راه يكون عندنا مشكل كبير وكبير جدا. يكون عندنا مشكل كبير وكبير جدا، لأننا نجد أنفسنا في إلغاء الآخر، لا نيغاسيون دو لوتر كما يقولوا. نبقاو نلغوا الآخر. هذه الفترة طبعا العصابات تاع النظام، بالمناسبة مش النظام فقط، راح نعطيكم معلومات أخرى. فيه جهات خارجية اليوم، فيه أجهزة وجهات خارجية اليوم راهي تقوم في الانترنت بشحن الجزائريين ضد بعضهم بعض، وماهوش برك الجزائريين بالمناسبة. مثلا الآن راه في معركة كبرى في الولايات المتحدة، لأن الروس دخلوا في الانتخابات نتاع ترامب وساهموا في فوز ترامب بقضايا معينة. من فضلكم الأخوة اللي راهم يرسلوا في هذا الصور نتاع الأشكال والصور يتوقفوا على إرسالها، حتى لا يوقفكم الأخ اللي راهي مكلف بالمساعد التقني، يعني ما تبقاوش ترسلوا في الصور، ما تبقاوش ترسلوا في الصور نتاع هذه القضايا، لأنها باختصار بسيط يعني مزعجة بدون معنى يعني، وتضيع الوقت فقط. إذن قلت إذن راه كاين الآن مع الجلوباليزيشن، مع الانترنت، كاين معارك كبرى. إسرائيل قبل يومين نقرأ لي أحد كبار نتاع الموساد يقول، يعني مسؤول كبير تاع الشباك حتى مش تاع الموساد، يقول بأنه عندهم أخبار مؤكدة بأن هناك جهة مؤكدة بأن هناك جهة ستتدخل في الانتخابات الإسرائيلية. وكتبت الجريدة، أعتقد أنها كانت الكتبة الجريدة الإسرائيلية قالت بأن في الحقيقة هم يقصدوا الروس دخلوا أيضا في البريكزيت، يعني هنا في الانتخابات في بريطانيا تدخلوا. الآن التدخل تاع الصينيين، الآن في كلامنا الإيرانيين يتدخلون أيضا. وطبعا صراعات كبرى. بالنسبة لشعل الحرب هذه، مرات اللي تشوفوها الحرب شاعلة في ما بين هذا قبيلي وهذا عربي، خاصة ما بين هذا قبيلي وهذا عربي في الجزائر، هذه راهي فيها طبعا كاين الأجهزة تاعنا، الأجهزة القذرة والمرتزقة، الذباب الإلكتروني اللي شعلها بين الجزائريين، وكاين جهات خارجية تريد باختصار بسيط أن تشعل حرب بين الجزائريين، بين قبيلي وعربي. وللأسف كثير من الشباب وكثير من البساطة وكثير الأخ يوفا الجريدي هذا، يا ليت تحبس لنا هذه الصور من فضلك. كثير من الشباب، كثير من اللي مازال ما عندهمش خبرة كبيرة، مازال مش فاهمين، يدخل في هذا الإشكال ويدخل في هذه اللعبة. يحط له هو مرة كتب واحد قال لك يكون شخص يكون في مكتب متكسل في حيفا ولا في تل أبيب، ويدخل يكتب: العرب غزاة، انتم جيتوا غزيتونا، احنا اصحاب البلاد، احنا القبائل اصحاب البلاد، ونخرجوكم ونبعثوكم لليمن. ويرميها في صفحة تاع فيسبوك طبعا صفحة دايرة على أساس جزائرية، وحط فيها علم جزائري وعلم كذا إلى آخره، وعلم ممكن أمازيغي ومانيش عارف،
ويجي يحطها، بعدين تشعل النار، الاخرين الجزائريين يردوا عليهم، القبائل العرب الاخرين او اللي يعتبروا روحهم عرب يردوا عليهم، احنا اصحاب البلاد، احنا ايضا اصحاب البلاد، من انتم عملاء فرنسا، انتم الزواف، لا. وبعد الاخر يرد عليه انتم الهمج، انتم بني هلال، يرد عليه الاخر انتم عملاء فرنسا، القبائل كاع عملاء فرنسا، يرد الاخر لا العرب، لا العرب كاع جهلاء وبدو، لازم نذبحوهم ونبعثوهم لليمن، وهكذا. ها واش راه جايكم، راه موجود، راكم تشوفوا فيه وراكم تعيشوا فيه. وهاي هذا البارح واليوم بمناسبة السنة الأمازيغية، هاي قائمة القيامة أيضا، على الموضوع هذا. شتو إخوان، تقدر تولي أنت يتلاعبوا بعقلك، يتلاعبوا بأفكارك، يتلاعبوا بنفسك، وتقدر ممكن تصبح عدو لأخوك، لأنه فهموك باللي القبائل هما المشكلة. هذاك اللي كنت انت تقول انا عربي، والاخر اللي يقول انا قبائلي، فهموه باللي العرب هما المشكله. لما تنظر للحكم الفوق تجد ان الحكم مش فيه يحيى، في حداد، فيها سيدهم السعيد، وقائمه طويله من المرتزقه اللي هما ينسبون الى القبائل. ولما تجي تشوف من الجانب الاخر تلقى نفس الشيء، فيه بوتفليقة، فيه السعيد، فيه كوليناف، فيه لوح، فيه بدوي، وقائمة طويلة ممن ينسبون إلى أنهم عرب. لما تجي تشوف من الجهة الأخرى تلقى قايد صالح شاوي، فلان شاوي، فلان شاوي، وقائمة طويلة، لكن هما الهدف هو ضرب الجزائريين بعضهم بعض. وهكذا استخدم الفرنسيس، وهذه ليس جديدة يعني. الفرنسيس والبريطانيين لما حكموا العالم وتقاسموا العالم، مشاو بما يعرف ديفيزي بور ريني، فرق تسد، وفي طريقة أخرى تسود أو تحكم. يقول مهاتما غاندي، يقول كلما كنا نجتمع. مهاتما غاندي طبعا هندوسي، وكان كان زعيم الكفاح السلمي ضد البريطانيين لتحرير الهند. قال كلما كنا نتفق مع المسلمين، وكانوا كبار مسلمين معاه في المعركة ضد الاستعمار البريطاني، قال تذبح بقرة وترمى في أحياء الهندوس، فتقوم مذبحة ما بين الهنود والمسلمين، لأن الهنود يعتقدون أن المسلمين، تعرفوا البقرة أنتم مقدسة عند الهنود، فالهنود يعتبرون المسلمين قتلوا لهم المقدس، الإله، يعبدوها البقرة عندهم، والمسلمين يعتبروا بالاعتداء عليهم، وهكذا. ولذلك فيما بعد الهند انقسمت إلى باكستان، ثم باكستان انقسمت إلى باكستان الشرقية وباكستان الغربية اللي هي من بعد ولت بنغلاديش، وهكذا. ونفس الشيء مع الجزائريين. الفرنسيين كانوا والدينا يقولوا لنا سيليغال كي كنا صغار، سيليغال. شنو السيليغال هذه؟ كي كبرنا فهمنا باللي السينيغالي يجيبوا السينيغاليين مسلمين كانوا يذبحوا بهم الجزائريين، ويجيبوا مغاربه يدوهم للسينيغال يذبحوا بهم السينيغاليين، ويجيبوا مغاربه ويجيبوا جزائريين ومغاربه يذبحوا بهم، والسينيغاليين يذبحوا بهم مغاربه، وهكذا. وخذاو جزائريين ذبحوا بهم الفيتناميين ومغاربه، وخذاو جزائريين داروا بهم الحرب الاولى مع الالمان والحرب الثانيه مع الالمان. شتو الخوة؟ فعمركم لا تدخلوا في هذه اللعبه، لا تدخلوا في هذه اللعبه. هذه لعبه الحكام المفسدين، ما عادش عندهم مشروع مكافحه الارهاب باش يذبحونا بالخوف، وعندهم مشروع خلق النعارات ما بين عربي وقبايلي، خاصة عربي وقبايلي. وهما قاعدين ينهبوا في البلاد، وهما قاعدين يخربوا في البلاد، وهما قاعدين يبيعوا في البلاد، وانتم راكم تشوفوا راكم عايشين. هذه جبتها برك في هذا النقاش، ولأنه مهم وكثير كانوا يكلموني هذه الفترة إلى آخره، فجبتها. وقبل أن ندخل في الموضوع الأساسي اللي أتحدث عليه بسرعة، سأرد على بعض الناس.
اللي كتبوا لي رسائل بسرعة فقط حتى أني وعدتهم. في سيدة كتبت لي قالت لي من فضلك ابني مسجون في المنيعة ونحن من الأغواط. قالت أنا أختك من الأغواط، راني اتصلت بموضوع ابني راه في سجن المنيعة منذ عامين، وراني كتبت باش يجيبوه الأغواط، وراني تعبانة ماديا ومعنويا. هذه النقطة كنت ساعدنا فيها، لأن المسجون يقدروا يسجنوه في مدينته. اي نعم أختي، هذه مقصودة أيضا، مع أنهم بناوا أكثر من 40 سجن، لكن مع ذلك باش يكرهوا لكم حياتكم ويكرهوا حياة الوالدين وحياة الأسرة وحياة لما واحد يسجن عن حق ولا على باطل، ياخذوه إلى مدينة بعيدة ويروح ويسوفري العائله، وإلا كان عنده اولاد يسوفروا الاولاد، ومرات امه اذا كانت كبيره كاين كثير من النساء اللي ماتوا وهما ياخذوا في القفه الاولاديه والديهم الى اخره. هذا راهو اجرام، وراهو مقصود، راه مقصود باش يخلوكم نظام يتعامل. العصابه هذه تتعامل مع الجزائريين كل قطار متهرئ تماما، ما يمشيش مليح في الطريق، وكل مرة هاو يفريني، هاو يمشي بشوية، هاو يسرع، هاو يعني خلخلة. هذه الخلخلة، والخلخلة هذه اللي داروها في كل شيء. داروها في القوانين اللي ضربت الأسرة. الآن قضية الخلع، وهذه كثير من الناس كتبوا لي عليها، أصبحت قضية الخلع أسهل من قضية أن الواحد يشرح واحدة تروح تشري صباط ما عجبهاش الراجل خلع. قد تكون محقة السيدة، لأن كاين رجال اللي هما ما يستاهلش فيه كلمة راجل حتى 1 في المليون، لكن كاين كثير منهم لا، لأنه ربما في مسؤول فلاني يوعدها يعطيها شقة تولي عندها وحدها، ولا واحد وعدها بكذا، ولا واحد وعدها طلقي راجلك أنا نتزوجك، ولا بهذه الأشياء. فخربوا الجزائر بموضوع الخلع اللي جعلوه سهل، خلاص سهل بسيط. في قضية قوانين الإرث، في قوانين كثيرة. الهدف ما هو؟ تحطيم الأسرة، لأن كي تحطم الأسرة أوتوماتيكيا تحطم المجتمع. شوفوا الأسر اللي راهي اليوم في الجزائر، مئات الآلاف حتى لا أقول ملايين من الأسر اللي تلقى الأم وعندها أولادها، ما كاش الأب ربما راح تزوج مرأة أخرى، ولا ربما طلقت هي وراحت في مكان واحد آخر، واللي تضرر أكثر هم الأولاد. اللي يضرر أكثر الأولاد مساكين. طلاق في الجزائر اليوم شيء مرعب. طبعا مش الجزائر فقط، حتى في السعودية، حتى في مصر، كل الاستراتيجية كلها مطبقة على المنطقة هذه، المنطقة المسلمة هذه كلها مسلمة. فيراد تحطيم الأسرة. كان كثير من المسلمين الغربيين اللي التقيتهم وسألتهم، يعني أول سؤال دائما نقول له مثلا، ولا نقول لها مثلا وشنو حاجة اللي عجباتك باش تسلمي ولا باش انت تسلم. يعني أول شيء اللي نسمعه في الغالب من الغربيين اللي أسلموا، أو حتى مرات صينيين ومرات، يقول لك نظام الأسرة في الإسلام، الأسرة قوية عندكم. الأسرة يشوفوا المسلمين في الغرب يعني في الغالب أسرهم قوية وصوليد يعني. فقضية الأسرة هذه ضربها مخطط. طبعا مش أنا عارف أنه مخطط عالمي ومعروف نتاع المؤتمرات اللي قامت بهم الأمم المتحدة في إفريقيا الجنوبية وفي بكين وقضايا تاع الأسرة وقضايا الشروط وأشياء كثيرة والمثليين وكل هذه الأشياء. لكن النظام عمقها بشكل رهيب، وهاكم تشوفوا. هذا لا ينفي أن هناك مسؤوليات للمرأة وللرجل بطبيعة الحال. وباش برك ما نكمل الموضوع اللي كنت نحكي عليه، نتاع الصراع اللي راهم يحبوا يخلقوه ما بين العرب والقبائل. شوفوا الخوة، الإسلام راه وضع قاعدة مركزية عمرها أكثر من 14 قرن، وهي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: لا فرق بين عربي وأعجمي ولا بين أبيض وأسود إلا بالتقوى، والتقوى يعلمها الله وحده. ما فيش فرق في الإسلام، ما فيش فرق، ما فيش عنصرية، ما فيش فرق لأنك أنت قبايلي ولا أنت شاوي، أنا عربي أنا خير منك، ولا أنت قبايلي أنت خير مني. ما فيش، لا يوجد هذا.
الله خلقنا مختلفين في الالوان، مختلفين في الالسن، مختلفين في الذكر، كاين الذكر وكاين الانثى، مختلفين في كل شيء. وهذه آية من آيات الله، ما لازمش تحولوها، هذا ثراء، ما لازمش تحولوه إلى خصومات. يعني مثلا لو كان الناس جات كما راه البلدان هذه اللي مثلا أمريكا ولا بريطانيا ولا اللي فيها كل أجناس الدنيا، ما واش نديروا احنا؟ بريطانيا هذه فيها أكثر من 200 لغة يتم التحدث بها. فأنصحكم إخواني، أنصحكم أنكم ما تدخلوش في لعبة عربي وقبائلي، وهذه الموجة الجديدة تاع زوافي لا تقول لي زواف. سؤال مرة يطرحوا لي، يقول لي الزواف، نقول له من هو الزواف؟ الزوافي هو الإنسان اللي ساعد الاستعمار الفرنساوي، سواء عند الدخول أو عند في وسط الاستعمار أو عند الحركة في الخروج. والزوافي يقدر يكون شاوي وعربي وقبايلي ومزابي وتارقي، مثل ما كانوا المجاهدين من كل هذه الأصناف. فرمي القبائل بأنهم زواف جريمة، ورمي العرب بأنهم جو من اليمن أو جو من السعودية جريمة. ويحكم، راكم كنت تدخلوا فيها، راه تصير البلاد وديان من الدماء، ولن ينفعكم شيء فيما بعد. راهي أخرى دخلت في هذه الأشياء وراهي ما خرجتش منها. وعلى ذكر الأشياء، ذكرت توفى شخص، هلك شخص يسمى الحاج فرقاني. هذا كان واحد من أجرم المجرمين في غليزان، وقام بجرائم ليس لها حدود. فذكرت أنه لن تمر هذه الأسماء إلا وأذكره. وفي الحقيقة بدون أن أتحدث عليه كثير، أردت أن تكون الفرصة باش نعرفكم بكتاب. هذا الكتاب يسمى An Inquiry into the Algerian Massacres. هو غالبية المقالات بالإنجليزية وفيه بعض المقالات بالفرنسية، واللي كان أشرف عليه أساسا هو أخونا عباس عروة ومزيان آية العربي ويوسف بجاوي. هالثلاثة وهم من رشاد بشكل أو بآخر. هؤلاء هم اللي أشرفوا على هذه الموسوعة. تعتبر موسوعة تقريبا فيها حوالي 1473 أو 75 صفحة. للأسف هي موجودة بالفرنسية والإنجليزية كما قلت. الكتاب فيه بالفرنسية والإنجليزية في الداخل. من يستطيع أن يترجم بعض المقالات إلى العربية أو يختصرها، لأنه كثير من الناس طلبوا مني لما قلت المرة الماضية تلخيص كتب إلى آخره، قالوا لي أعطينا الكتب. هذا كتاب مهم جدا، وفيه معلومات رهيبة جدا على التسعينات، وحتى على الاستعمار الفرنسي والمجازر أيام فرنسا إلى آخره. وحتى أنه نعوم تشومسكي قال، لأنه هو اللي يدير التقديم لهذا الكتاب. نعوم تشومسكي اللي ما يعرفوش هو أحد يعتبر أبرز عالم سياسة وعالم لسانيات حي اليوم في العالم، وهو يعتبر من أكثر العلماء اللي الناس تشير إلى كتبهم وإلى مقالاتهم إلى آخره. نعوم تشومسكي لما تكلم عن الكتاب هذا قال هذا هو أفضل ما قرأت في علم البوليتيسيد. البوليتيسيد هو المجازر السياسية إذا شئنا الترجمة يعني. فتستطيعون، وهذا راه موجود على موقع هوغار، موجود PDF، وموجود تستطيعون لمن يريد أن يترجم، خاصة في مقالات من أروع ما يكون، أو يختصر بعض المقالات إلى العربية. حتى لمن يستطيع أن يدير ملخصات بالأمازيغية فليفعل حتى يوصل إلى أكبر عدد ممكن من الناس، لأني عارف كتابة الأمازيغية ما زالت صعبة، وما زال ليس هناك حولها اتفاق، وهناك حولها خلافات، وهناك اللي يريد كي اللي يحب يديرها فونت كوميرس بأتم ما تعنيه الكلمة. فيه أيضا حبيت نحيي الإخوان اللي اليوم ظاهروا أمام سفارة العصابة في باريس، خونا أمير ديزاد وخونا عبد الوهاب
واللي ظهروا بمناسبة الذكرى حلول ذكرى 27 المشؤومة للانقلاب، ولكن أيضا ظهروا للتذكير بما يحصل في سجون الجزائر وخاصة لخونا عدلان ملاح. وبالمناسبة على ذكر عدلان ملاح، كانوا كثير من الناس راسلوني بخصوصه. بالنسبة لإخواننا في عدلان ملاح، كان بعض كانوا قالوا لي راك ما تكلمتش عليه. لا، أنا في الحقيقة تكلمت عليه، لكن تكلمت عليه مش كثير صراحة. شوفوا، هذه ربما ما سمعتوهاش مني من قبل. لما اعتقلوا قبل شهرين أو شهر ونص في قضية ما عرف بخلية أمير ديزاد، كنت تكلمت عليهم كلهم بما فيهم عدلان ملاح. في بعض الإخوان بعثوا لي فيديوهات، قالوا لي شوف هذه الفيديوهات، فافتحتها. يعني هذا الناس اللي نثق فيهم، ولقيت أن الأخ كان يشتم فيا. قالوا لي راه كان متخصص في شتمك وفي سبك في 2013 وال 2014. أنا لم أكن أعرف ذلك، لأني صراحة أنا لا أتابع من يشتمني، يعني لا أتابع ولا حتى أهتم بذلك. بالمناسبة مرة بيعثوا لي ناس يقولوا يا فلان شتمك، راهو الناس مسلك هذاك، مسلك عرضك هذاك. أنا هذا ما يهمنيش إخواني، أنا قلتها لكم أكثر من مرة. يعني أنا عرضي تبرعت لله سبحانه وتعالى به، وطبيعي جدا أني وأنا أحارب عصابات أن يطلعوا بعض الذباب المرتزق منهم أنه يهاجموك ويجبدوا لك كل الأكاذيب اللي في الدنيا. يعني مع أني أنا كان عندي شيء بسيط قلت لهم أكثر من مرة، وهو إذا عندهم دليل فليتفضلوا به. إذا كاين دليل فليتفضلوا به، ما عندهمش دليل وإلا لكان خرجوا في تلفزيوناتهم في جرايدهم أي شيء ضدي بالمناسبة. فالمهم شفتها في الحقيقة، شفت باللي ما كانش يجب أن يكتب ما كتب أو يقول ما قال. لكن شوفوا إخواني، أنا راه عندي مبدأ التالي: أنا الإنسان إذا قال ندمت على ما كنت أفعل من سوء وراني خلاص راني ندمت على الموضوع هذا، أنا خلاص بالنسبة لي نسامحه. أنا إذا كان حقي أنا نسامحه، إذا كان حق الآخرين هذا أمر آخر. وكوني أنا ما تكلمت على عدلان ملاح لأنه هناك قضايا كثيرة جدا، مش لأنه، ولكن الآن لأنه راه في السجن وراهم يقولوا راه في وضع سيء وراه في وضع حرج إلى آخره. صراحة أنا أي واحد مسجون في حق سأدافع عنه، حتى لو كان يختلف معي، حتى لو كان هاجمني مرة أو اثنين، ربما عن غير قصد أو عن غير فهم. لأنه بعثوا لي أيضا ناس قالوا لي أو دار فيديو راه ندم على العهدة الرابعة اللي كان يساند فيها إلى آخره. فنحن اللي يرجع لطريق الحق حنا نناصروه يا خوتنا، اللي أو نشجعوه أو ندافعوا عليه إلى آخره. فما يكونش إشكال أننا نبقى حابسين فقط في الماضي والآخر. حقوق الناس لا، درك تقول لي خالد نزار ولا تقول لي تواتي ولا تقول لي بوتفليقه، نقول لك لا، لأن هذه حقوق وطن وحقوق ناس ما تخصنيش أنا شخصيا. فيما يخصني أنا ممكن نغفر وأسمح وتجاوز على الناس. الحمد لله قلبي أكبر وأوسع من أن أقف عند هذه أو تلك القضية يعني. فمن استطاع أن يدافع هذا الأخ يدافع عنه. وبالمناسبة مش هو فقط، يعني هو في أخونا عزيز كاكرية، يعني راهم حاطينه تحت ضغط رهيب وتحت خنقة رهيب، وهو عضو في رشاد، وحبوا يدفعوا حتى إلى الجنون يعني، وبداوا يمثلوا في أولاده وبداوا يمثلوا. وهذه راهي تمس ناس كثير. في عندنا أخوين من الجلفة فقط في الفيسبوك وضعوهم في السجن. فيه اليوم أخ قالوا لي في الأغواط اعتقلوه وطردوه من العمل لأنه كان عنده وجهة نظر فيما يتعلق بالماك. إيه واش الناس ما عندهاش وجهة نظر؟ الماك راهو يحب يقسم البلاد. أنا مانيش حاب ندخل في الماك ومش حاب نتكلم عليه باش ما ينحرفش النقاش، لأن أنا عارف باللي عندما تسقط هذه العصابة كثيرين من جماعة الماك سنكتشفوا أنهم كانوا يشتغلون للعصابة. أعرف هذا أنا، وبعضهم مانيبيلي بلا ما يعرف. لكن أن يصبح واحد يطرد من عمله لأنه انتقد الماك وفي الأغواط، يعني هل هذا معقول؟ راكم تدفعوا الناس إلى التطرف والتشدد. الماك مشروعه هو حرب أهلية في منطقة القبائل، قلتها من قبل وأقولها الآن. أنا عارف أصحاب الماك مرات يجوا يقولوا لي لماذا وإحنا نحبوك. لا أخواني، أنا غير ما تحبونيش، أنا راني مع الحق، ما عنديش مفاصلة.
كيجي واحد يقول لي نحبك بصح في هذاك الموضوع لو كان ما تقولش نحبك بصح ما تنتقدش فلان ولا فلان، لا ما تحبنيش وما تتابعنيش. إذا حبيت ما تتابعنيش، أنا ما عندي ما أفعل بأنك تتابعني ولا تحبني ولا تمد. أنا مش نبحث لا على شعبية، ولو أنا صاحب كلمة حق يقولها ويمضي. إذن راه كاين ضغط على كثير من الأحرار، على كثير من الشرفاء، على كثير من الشريفات. يعني في نساء أيضا راسلوني، في مرأة راسلتني قالت لي باللي يعني راني نذهب إلى أماكن وهي تشتغل في الإعلام، مش راح نوضح حتى ما تبانش شكون، وذكرت لي أسماء نتاع شخصيات كبرى في البلاد راودوها عن نفسها. قالت أنا عندي حباني الله بحد معين من الأخلاق والجمال، لكن راهم مسؤولين كبار. والواقع هذا راهو مش واحدة مش زوج مش ثلاثة اللي كتبت لي في هذا الموضوع. هذا التحرش يا إخوان لازم تقفوا بجنب، تقفوا على هذا التحرش وتواجهوه. هذا موضوع التحرش لا تتركوه يمر. موضوع التحرش لازم تواجهوه، هذا عرضنا جميعا. أي امرأة تقول أنا جزائرية ولا مسلمة ولا عايشة في بلادنا أو حتى هي تونسية في تونس أو مغربية في المغرب أو مصرية في مصر، الرجال تاع البلد يواجهوا التحرش، يواجهوا اللصوص السفهاء اللي يحبوا يقلبوا البلاد عبارة عن مواخير. ما توقفوش لما تشوفوا امرأة فيه من يتحرش بها، سواء في الشارع من بعض الشباب السفيه اللي ما يعرفش أو من المسؤولين بشكل خاص، لازم تواجهوهم. راه كاين مرات أسر تدمر أسر كاملة تدمر من أجل لأن وقع تحرش، ومرات تكون المرأة ضحية. صحيح بعض النساء سفيهات أيضا، لكن في غالب الحياة تكون المرأة ضحية. ما تخلوش تحرش، ما تخفوش عليه. في موضوع آخر قبل أن أنتقل إلى الموضوع الرئيسي، وهو موضوع الكثيرين كتبوا لي عليه وأنا أشكرهم لأنهم عملوا حملة، اللي هو موضوع التوثيق. موضوع التوثيق يبدو أنه جرت الأيام الماضية جرت مسابقات نتاع التوثيق، والجميع الآن تقريبا متفق على أن اللي يربحوا في التوثيق الأغلبية الغالبة نتاعهم هم أبناء مسؤولين أو أبناء موثقين، آبائهم موثقين ولا أمهاتهم، أو لديهم علاقات خاصة بكبار القوم. واحدة بنت وزير، واحدة بنت تاع الدرك، واحدة بنت كذا، واحدة مرت فلان، واحدة مرت فلان. يعني ما خلاوش للناس العادية أي شيء. لازم تعرف، لازم تتقدم الرشاوي، لازم تقدم كذا، لازم تقدم كي اللي يقدموا حتى عرضهم باش ينالوا منصب. أصبحت المسابقات صورية كذب. يعني قائمة بعثوها لي وفيها أسماء، أنا عرفت أسماء منهم يعني اللي نسمعهم، أسماء كثيرة نتاع مسؤولين كبار وأبنائهم، كثيرة الأسماء هذه. لماذا؟ والو ما فيش. وهذه المسابقات مش فقط في التوثيق، في كل شيء الآن يديروا مسابقة، بصح القائمة راهي جاهزة قبل روح دير المسابقة ولا ما تديرش، غير بور لا فورم كما يقولون. ولذلك إخواني، سواء كنتم موثقين أو كنتم في الجامعة أو كثيرين يشتكون من الجامعة، أو كنتم في التعليم أو كنتم في الإدارة، حينما يكون هناك فساد في الدولة وخراب في الدولة كما هو اليوم، راه يمس كل شيء، يمس كل شيء. ما يبقاش متوقف في مجال معين، أو مثلا قال الفساد والله كاين فساد في الرياضة مثلا، هم يبيعوا ويشتروا في الأمور إلى آخره، كاين فساد في الرياضة مثلا، راهو ما يتوقفش في الرياضة، راهو الفساد يمس الرياضة، يمس القضاء، يمس التعليم العالي، يمس الإدارة، يمس الجيش، يمس الشرطة،
وما أدراك ما الظلم داخل الجيش والشرطة والدرك، ليس له حدود. ولذلك بدل من توقفوا الآن عند قضايانا الخاصة ومشاكلنا الخاصة، لازم نفكروا بمنطق عقلاني آخر، وهو بدل ما نغرق باليأس ونغرق في الرشوة ونغرق في القضايا كثيرة، وأنا نتابع في باش ناخذ منصب هنا أو قبل أول أمس أو أمس فيه سيدة ترسلت لي شخص من الجلفة، وهو يكاد يبوس راس المير واصحابه ويقول لهم انا ماستر وما اعطيتونيش منصب وكذا وانا نطالب فيكم وكذا وانا نعمل وكذا وانا نعمل. يا اخي لا تتذلل، هؤلاء هم الاذلاء، لا تتذلل لهؤلاء الاذلاء، لا تتذلل لهؤلاء المجرمين. خذ حقك بيدك، واذا لم تستطع ان تاخذه الان بيدك فنظم عقلك ونظم فكرك وفكر كيف نتخلص من هذه العصابات. راهو نبقاو ندوروا في حلقة مفرغة إذا بقينا كل واحد يجري فقط على مصلحته، وأحيانا الناس لما يجروا على مصلحتهم ينسوا مصالح الأخرى. كاين اللي كان بلا عمل يلقى من بعد عنده عمل ويصبح هو مسؤول في مكان معين ويحقر خاوته اللي كانوا معاه، وشفنا قضايا كثير في هذه الأمور. كن أنت عادل، كن أنت منصف، وبدل ما تبقى تترجى مسؤول فاسد مرتشي فاجر وتجري مراه، فكر كيف نتخلص منهم ونسترجع وطننا ونسترجع إدارتنا ونسترجع جيشنا ونسترجع بلدنا. هذا هو اللي لازم نفكروا فيه. الحقيقة هناك قضايا كثيرة جدا، ولكن لن يسمح لي الوقت، خاصة أننا اليوم فيه ذكرى أليمة وأليمة جدا، وهو اللي كنت حاب نتكلم عليها بشكل أساسي، وهي ذكرى انقلاب 11 يناير 92. طبعا هما كانوا يسموه لما قام قالوا وقف المسار الانتخابي. بالنسبة للشباب خاصة اللي ما تابعوش تلك المرحلة وتلك الفترة، أرجع بكم باختصار شديد إلى كيف وصلنا إلى 11 يناير، ثم أيضا باختصار شديد ماذا جنينا، ماذا كانت ثمار 11 يناير 11 جانفي 92. كيف وصلنا إلى 11 جانفي 92؟ باختصار بسيط: 5 أكتوبر 88 الشعب الجزائري ينتفض في تقريبا كل المدن، وخاصة في العاصمة، في وهران، في قسنطينة، وأيضا في الأغواط، في عنابة، في البليدة، في غرداية. أحد الإخوان من غرداية قال لي راك عمرك ولا ذكرت غرداية؟ لا بالعكس، أنا ذكرت غرداية عدة مرات. المهم، كانت هناك انتفاضة 5 ماي 88. أدت هذه الانتفاضة إلى أنها فرضت على النظام الانفتاح السياسي. جاء الانفتاح السياسي، ظهرت الأحزاب، الجمعيات السياسية، صحافة، بدأ دستور 89، انتخب الشعب على الدستور 89 في استفتاء ومر في نسبة 73% في الدستور. ثم جاءت انتخابات بلدية في 12 يونيو 1990، انتخابات بلدية وولائية، وفازت بها بنسبة 54% الجبهة الإسلامية للإنقاذ. بالمناسبة نحكي لكم يعني لطيفة كما يقال، أنكدوت بالمناسبة هذه نتاع 12، هذه الانتخابات نتاع يونيو 1990 بلدية والولائية، اللي تقريبا الفيس فاز بنص البلديات وبثلثي الولايات. كنا يوم 9 و10، كنت أنا وواحد مسؤول من الخارجية، كان آنذاك مدير فرعي يسموه عبد الحميد شبشوب، وأنا كنت مسؤول مكتب. فكنا رايحين في مهمة إلى مصر، مهمة نحضر اجتماع وزاري يعني. وكنا في الطريق مررنا على روما، آنذاك حتى أنا متذكر كانت لاكوب دي موند في 1990 في إيطاليا يعني. في الطريق كنا ندردشوا هكذا ما يعرفنيش مليح وما نعرفوش مليح، هو في إدارة وأنا في إدارة، لكن احنا طالعين مع بعض يعني وجالسين بجنب بعضنا. فقاعد يدردش معايا، ومتخرج من المدرسة الوطنية للإدارة قبلي ب6 سنين أو 7 سنين. قعدنا ندردشوا كذا الانتخابات، شكون يفوز شكون ما يفوز. كانت كاينة حريات حقيقية آنذاك.
او بدات الحريات يعني. فقلت له انت، قال لي انت شكون نظن يفوز؟ قلت له طبعا الفيس راح يفوز. قال لي انت فيس؟ قلت له لا مانيش فيس. قال لي مالك فاش تقول الفيس؟ قلت له انا مش راح نقول لك لاني انا واش نحب، راح نقول لك انا كما ارى الواقع، يعني مش راح نفكر بالتمني، يسموه الويشفul ثينكينج بالانجليزيه. قلت له بالواقع. قال لي لماذا تقول باللي الفيس؟ قلت له لاني انا اعيش في حياه شعبيه، الفتره هذه كنت غالب الوقت نقضيه في القصبه، لعلي ذكرت لكم الموضوع المره السابقه واللي قبلها يعني. قال لي لا مش راح يفوز الفيس، راح تفوز جبهة التحرير تدي الثلث، والمستقلين يدوا الثلث، والاحزاب الاخرى بما فيها الفيس يدي الثلث، وخلاص انتهى النقاش. قلنا خلاص راح تجري الانتخابات ونشوفوا يعني. رحنا لمصر وحنا في مصر يوم 13 طلعت النتائج. فجاي دقدق لي الصباح قبل حتى ما نوض، انا كنت في الغرفه، قال لي راهي كارثه. قلت له واش صرا؟ انا حسبت كاش ما صرا في الفندق ولا في الوزاره. قال لي راهي كارثه راهي كارثه، وكان شاد هاك. قلت له واش صرا يا سي عبد الحميد؟ قال لي راهو بالفعل الفيس فاز باكثر من نصف البلديات وبثلثي الولايات، المجالس الولايه. قال لي انت كيفاش عرفتي رحم والديك؟ قلت له انا قلت لك انا نعيش في القصبه ونمر على باب الواد ونمر على سسطاره ونمر على احيانا نروح البراقي واحيانا نروح البلكور واحيانا نروح للحراش ونروح للقبه، وانا في اصلي من الاغواط، نمر من الاغواط نفوت في الاغواط والجلفه وبحبح والساره وبوغاري ومديه وبرواقيه، كل هذه نشوفهم ونعرف واش يفكر الناس يعني، ولذلك انا هذا لا يفاجئني. فالمهم صراحه كان هو حزين الى اخره، لكن قلت له بدل ما هي الديمقراطيه خلاص، خاطر خسر انتخابات يفوز حزب اخر المهم اللي يخدم البلاد الى اخره. هذه برك بور لانيكدوت كما يقال. في صارت هذه الانتخابات وفاز الفيس الى اخره. في مذكراته، في واحده من مذكراته الجنرال نزار يقول انهم فكروا باش يديروا انقلاب في 1990 في شهر اوت 1990، لكن اللي خلاهم ما يديروش الانقلاب صرا حدث، وهو ان صدام حسين دخل الكويت واحتل الكويت، وباحتلاله للكويت تغيرت المعطيات تماما، فما عادش يفكروا في الانقلاب، لانه بالنسبه لهم، لان انذاك الجزائريين كانوا يتابعوا في قضيه العراق والكويت متابعه كبيره جدا، ثم اصبحوا كلهم مع صدام، كلهم مع العراق، بعد ان بدات امريكا تصل جنودها وبدات القوات الغربيه تصل الى السعوديه والى. المهم مشات الامور وجات حرب الخليج وكان تدمير للعراق والى اخره، وجات الانتخابات. كان هناك باش تكون الانتخابات في جوان 1991. في جوان 1991 حكومة حمروش آنذاك أقدمت على تغيير القانون الانتخابي، تقطيع الدوائر الانتخابية يعني، ودارتها بشكل أنه يكون في صالح جبهة التحرير لا فلان. فالفيس ومع 6 أحزاب آخرين قد عملوا إضراب، لكن الإضراب هذا بدل ما يبقى 3 أيام، أصحاب قيادة الفيس قررت أنه يكون إلى غير محدود. هنا نقدر نقول باللي كان الشوط الأول من الانقلاب، أنا شخصيا نسميه الشوط الأول، وهو الإطاحة بحكومة حمروش. في 4 جوان 1991 تمت الإطاحة بحكومة حمروش، وتم خرجت الدبابات ودخلت على الساحات العامة في كل المدن الجزائرية، خاصة في الجزائر العاصمة، وقتل المئات في ساحة أول ماي، في ساحة الشهداء، في الحراش إلى آخره. فيما أتذكر قتل المئات. أدى هذا بطبيعة الحال فيما بعد إلى أنه الإطاحة بحكومة حمروش، وبدات حكومة غزالي، سيد أحمد غزالي، وبدأ الحديث على إيصال اتفاق مع الفيس، وبالفعل وصلوا إلى اتفاق مع الفيس. وأتذكر أني كنت حاضر لأني كنت يومها بيرمانونس في وزارة الخارجية، وشفت قيادة الفيس خارجين، ثم اللي كمل لي الحكاية اللي كتب الاتفاق ما بين
علي بالحاج وعباسي مدني وسيد أحمد غزالي كان في وزارة الخارجية، كان اسمه محمد سباق. أنا نذكر الأسماء للتاريخ يعني، حتى الناس الشباب فيما بعد كيجيو يبحثوا كذا يلقاو تفاصيل. لكن بعد فترة تم القبض على عباسي مدني وعلي بالحاج، وصارت أيضا بعض المظاهرات والاحتجاجات. وبدون أن أطيل في هذا الموضوع، بقات جات حالة الطوارئ، وجات عملية في جهة واد سوف، وقالوا بأن الإسلاميين تاع الفيس هم اللي قاموا بها، قتل فيها عدد من الجنود إلى آخره. قمار، عملية قمار. من بعد نعرف أن عملية قمار قاموا بها في الحقيقة المخابرات، كانت كلها مرتبة. المهم الفيس قعد فترة طويلة وهو متردد هل يدخل انتخابات لا يدخل انتخابات، ولكن قبل أسبوع من الانتخابات قال داخلين. شادلي بن جديد يومها عمل أو قبل 10 أيام من الانتخابات قالوا داخلين. شادلي بن جديد يومها عمل ما يسمى بندوة صحفية، وفي الندوة الصحفية قال بصريح العبارة أنه مهما كان الفائز هو سيبقى رئيس، وإذا فاز الفيس سيتعامل معهم، وإذا خرج الفيس على الطريق راح يتعامل معه بالقانون والدستور. جرت الانتخابات، كان يوم 27 ديسمبر كان العربي بالخير اللي قرأ الانتخابات في حالة شبه موت سريري يعني، وهو يقرأ في الانتخابات. كان في وضع سيء وسيء جدا. لماذا؟ لأن في الحقيقة اكتشفنا أن الفيس فاز من أصل 222 مقعد، فاز الفيس ب 188 مقعد، وفازت جبهة القوى الاشتراكية الFFS ب 25 مقعد، والFLN ب 16 مقعد، وعلى ما أذكر 3 مستقلين من غردايا. هذا للدور الأول. الدور الثاني كانوا أيضا أكثرية المقاعد كان راح يفوز فيها الفيس حسب واش كان خرجت النتائج يعني. المهم الجنرالات قرروا أن يقوموا بأن هذه الانتخابات لن تمر، وأن الفيس خطر على الجمهورية. كانت آنذاك رفع شعار إنقاذ الجمهورية، وخرجوا كما سعيد سعدي الRCD، وآنذاك واحد يسموه بوعلام بن حمودة، عبد الحق بن حمودة كان في ليجيتيا تاع سيدهم السعيد الآن، وكانت بعض الأصناف هنا وهناك، بعض الشيوعيين، خرجوا قالوا نشكلوا لجنة إنقاذ. في الحقيقة كانت وراها المخابرات الجزائرية، هما اللي كانوا يحركوا في هذه المجموعة باش طالب بالجيش بالتدخل. كان نزار كما قلت لكم في كتابه، في أحد كتبه، وإن شاء الله المرة الجاية اللي تفكروا ولا نجي نقرأ لكم منه مقاطع، يقول أنهم كانوا يفكروا في الانقلاب في الصيف 90، سابق بسنة ونصف على الانقلاب الحقيقي. لأن باختصار بسيط النظام الجزائري لا يريد أن يسلم مصير الشعب الجزائري للجزائريين، للجزائر. يريد أن يبقى دائما هو الأب، هو الراعي، هو الذي فكر في بلاصة الجزائريين، هو الذي قرر، هو الذي يفعل، كما سموا نفوسهم من بعد لي ديسيدور. المهم في هذاك الوقت عرفنا فيما بعد الجنرال بن حديد، الحسين بن حديد اللي سجنوه، اللي راه الآن في حالة مرضية سيئة قد يموت في أي لحظة، خرج قبل 3 سنوات كما تعرفوا أو 4 سنوات، وقال أننا عملنا اجتماع، أن كبار الجنرالات قال عملنا اجتماع في عين نعجة يوم 29 ديسمبر، وكانت أغلبية الجنرالات موافقين على الانقلاب، وقال أننا كنا قلة اللي ضد الانقلاب، قال أنا كنت منهم، وقلت لهم باللي هذا راه يدينا إلى مشاكل كبيرة يعني، خلونا من هذا الانقلاب نلقاو حلول أخرى. قال لكن ما سمعوناش، كنا أقلية، والأغلبية تاع الجنرالات قرروا بالانقلاب. اللي أدار الموضوع هذا كان نزار وتواتي حسب تصريحات حسين بن حديد. في هذاك الوقت كانوا يشتغلوا على أكثر من خط. كانوا أرسلوا بعض الرسل إلى بوضياف اللي كان في المغرب، كان لاجئ في القنيطرة في المغرب، لاجئ من سنة 63 تقريبا أو 64، بقي لاجئ في المغرب. وفي نفس الوقت كانوا حابين يكون شخص آخر يمرر الفترة
اللي هي فترة 60 يوم أو بدل الشاذلي. المهم ماذا حدث؟ نختصر لكم الوقت. في يوم 11 مثل اليوم القناة الوحيدة أو اليتيمة طلعت الساعة 8. الصورة تقدم ماذا؟ الشاذلي بن جديد، عبد الملك بن حبيلس رئيس المجلس الدستوري يومها، واثنين أو ثلاثة صحفيين إلى آخره، وقال لك أنه رئيس الشاذلي بن جديد يستقيل. وقرأ الشاذلي بن جديد رسالة. فيما بعد سنعرف أن الرسالة اللي كتبها هو محمد تواتي، واللي قدمها إلى الشاذلي هو خالد نزار، لأنه قالها خالد نزار في إحدى تصريحاته قبل 4 سنوات أو 5، حتى طلعوا يحيى وهاجموا، قالوا عندما تقول أني جبت الرسالة من جيبي راك تقول باللي معناها صار انقلاب، معناها راك فضحتنا، راك كشفتنا، وإحنا كنا نقولوا ماشي انقلاب، ما وقت ما صار انتخابي. المهم تمت إقالة الشاذلي بن جديد، لم تكن استقالة في الحقيقة، وأعلن بأن الفراغ الرئيس، الآن ما فيش رئيس، وبالتالي قال لك أن مجلس الأمن، كانت حاجة يسموها مجلس الأمن الجزائري، قرر وقف الانتخابات، لأن الرئيس ما كانش، وكانوا رئيس البرلمان كانوا حلوا البرلمان اللي كان يقوده آنذاك عبد العزيز بالخادم، وبالتالي ما يقدرش رئيس البرلمان ياخذ المكان. وعبد الملك بن حبيلس رحمه الله هذا الرجل وقف موقف رائع، رفض أنه يكون هو الرئيس لمدة تاع 60 يوم حتى يجيبوا رئيس آخر ويديروا انتخابات أخرى. قال لهم لا، الدستور لا يسمح، الدستور ما فيش كلام على استقالة الرئيس، في كلام على أشياء كثيرة، ما فيش كلام على استقالة الرئيس، وأنا لا أستطيع أن أكون بدل الرئيس، الدستور يمنع. تخيلوا شخص يقدموا له الرئاسة يقول لهم لا. بالمناسبة مش فقط عبد الملك بن حبيلس اللي قال لا، حتى أيت أحمد قدموا له قالوا له تعال تكون أنت رئيس المجلس الأعلى اللي راح يترأسوا بوضياف من بعد، قال لهم لا. ويبدو أن الموضوع عرض على آخرين بما فيهم مهري وقال لهم لا. هذه كلها شهادات مهمة، وأنا أتمنى على الإخوان اللي عندهم شهادات يكتبوها ويقولوها. فالقول راحوا في حالة فراغ، فسارعوا جابوا بوضياف يوم 12، جابوه سريا يوم 12 جونفي، جابوا الجزائر سريا، دخلها لأول مرة بعد 26 أو 27 سنة وهو لاجئ في المغرب، تقريبا كما راني أنا الآن 23 سنة ويزيد الآن، لكن هو كان ذاك الوقت 26 سنة. جابوه وراوا له الأمور، وراوا المسؤولين، لكن في السر، وعاود رجع للمغرب، ورجع رسميا يوم 16 يوم 16 جونفي 92 لكي يترأس ما أسموه بالمجلس الأرشيو، المجلس الأعلى للدولة. ما كانش فيه في الدستور لا حاجة اسمها المجلس الأعلى للدولة، ولا المجلس هذا اللي يسموه مجلس الأمن يتخذ قرارات، كل القرارات كانت غير شرعية، كلها كانت غير قانونية، كلها كانت. لذلك أنا دائما نقول ما لم يكن وقف مسار انتخابي، لأنه لو كان وقف مسار انتخابي حقا، لو كان بقى الرئيس الشاذلي بن جديد، ورئيس الشاذلي بن جديد قال لهم شوفوا، هذا أراني أنا الرئيس، وراه النظام الجزائري يبقى شبه رئاسي، يعني لو كان الفيس يخرج طريق راني نستطيع نحل البرلمان. شيء آخر، وهذه شهادة الطالب الإبراهيمي، يقول باللي عبد القادر حشاني قال له احنا لا ناخذ لا الحكومة ولا ندخل للدور الثاني، نخلوا الدور الثاني يدوه لفافاس ولا فلان اللي راهم مازالوا موجودين فيه معانا، نحن نكتفوا بال 188 صوت مقعد، ولا ندخل للدور الأول، ما ندخلوش للدور الثاني، وما ندوش احنا الحكومة، ندو فقط 3 وزارات، وزارة التربية، وزارة الشؤون الاجتماعية، وزارة العدالة أو العدل. هذه الشهادة راهي منشورة الآن لأحمد طالب الإبراهيمي. ووصلوا هذا الكلام للشاذلي ووصلوه للجنرالات، لكنهم رفضوا. الشاذلي بن جديد ما قدر يدير ولا شيء، كان تحت ضغط تاع الجنرالات، والجماعة تاع الجنرالات رفضوا، قالوا لا، نريد حل الفيس، حل إلغاء الانتخابات وحل الفيس. يوم 11 جونفي، يوم 12 ابتداء من 12 13 بداوا يعتقلوا في الناس اللي كانوا رؤساء بلديات، رؤساء مجالس ولائية،
مسؤولين تاع الفيس في كل، كان الفيس موجود في كل مكان. شوفوا الخوة الآن راكم تتفقوا مع الفيس تختلفوا معه، هذه قضية أخرى. نحن نحكوا هنا على التاريخ باش ما نزوروش التاريخ، وباش الناس تلقى المصادر في المستقبل، باش ما يصرناش كما صرنا من قبل. المهم بداو يعتقلوا. فيه تقديرات، كان اللي يقولوا 30,000، كان اللي يقولوا 20,000. خلينا نقولوا 20,000 اللي اعتقلوهم واخذوهم من الصحراء. بالمناسبة اللي اعتقلوهم واخذوهم من الصحراء ليسوا كلهم فيس، كان فيهم آخرين ما همش فيس، وإنما فقط لأنه كانوا منزعجين منهم فحطوهم هم أيضا في القوائم. وخذاوهم، لكن الأغلبية الغالبة كانوا فيس وخذاوهم إلى الصحراء. الصحراء وين خذاوهم؟ في الغالب، مش كلهم لكن في الغالب، حطوهم في أماكن باردة جدا في الصحراء، في الليل باردة جدا وفي النهار ساخنة جدا، وأين أجرت فرنسا التجارب الجرثومية والنووية في الصحراء الجزائرية، خاصة في منطقة أدرار وما جاورها ورقان وإلى آخره. إذن بدأت الاعتقالات من ذلك الوقت، وبدأوا يعتقلوا في قيادة الفيس اللي كانت في العاصمة. وأرسل عبد القادر حشاني رسالة إلى الجيش يطالبه فيها أن لا يتدخل لأنه سيؤدي بالبلاد إلى كارثة. فراحوا اعتقلوا عبد القادر حشاني، وبدأ أي رأس تعفيس يلقوه يعتقلوه. وجاء بوضياف رحمه الله في 16 جونفي، ومعاه حطوا 4 أسماء: علي كافي، رضا مالك، خالد نزار، وتجاني هدام. حطوهم وسماهم المجلس الأعلى للدولة. وبدأ المجلس الأعلى للدولة وكأنه يدير رئاسة الدولة. طبعا منذ البداية كانوا مختلفين، وبعدين سنكتشف أن بوضياف بدأ يكتشف الحقيقة، وتبدأ مع خلافات، تبدأ مع صراعات. لن أدخل في كل هذا لأن ربما أطلت شوية، إن شاء الله تكون لنا مازال أيام وربما نتحدث في هذا أكثر. لكن ما أردت أن أقوله والخلاصة اللي نخرجوا بها أن الجماعة قالوا لنا نريد إنقاذ الجمهورية. شوفوا يا جماعة، الجمهورية وراه الآن. شوفوا الجمهورية وراه الآن. الجمهورية راهي الآن رئيس محنط تماما، عنده 6 سنين ونص، ما تكلمش، ما خطبش، ما وقفش على رجليه، ما سافرش للخارج إلا للعلاج، وجنرالات متصارعين مع بعضهم، أطاحوا ببعضهم البعض، كاين اللي دخلوهم للسجون، كاين اللي راهم خايفين اللي يدخلوا للسجون، كاين اللي راهم ياخذوا مناصب عليا. السلطة منقسمة إلى أجنحة متشاكسة متصارعة. الشعب أكثره يغرق في المأساة، اللي غارق في مأساة الماكلة، واللي غارق في مأساة السكنة، واللي غارق في مأساة العمل والزواج، واللي هارب وحارق بالبحر، واللي هارب في لادروغ، واللي هارب إلى بلدان في كل مكان، والجامعات اللي انهار المستوى، تعليم اللي انهار المستوى، المستشفيات اللي انهارت، المستشفيات لا تصلح حتى للحيوانات. هذه هي الجمهورية التي أنقذوها. ورجعوا بعد 27 سنة إلى ما قبل المربع الأول، ليس حتى المربع الأول. رجعوا إلى في 92 على الأقل كانوا الجينات متفاهمين، يعني قلة قليلة اللي كانت معترضة على الانقلاب، ثم مشت معاهم كما قال بن حديد. لكن الآن كبار الجنرالات، راكم الأسبوع الماضي قريت لكم الرسالة تاع قايد صالح اللي قالوا صادر عن وزارة الدفاع، ثم جات شفنا المقال نتاع اللي كتباته جريدة الجيش. جريدة الجيش وصلت إلى أنها كتبت في العنوان: القافلة تسير 3 نقاط، بمعنى أن القافلة تسير والكلاب تنبح. من هو الكلاب يا صاحب جريدة الجيش يا قايد صالح؟ هو يقصد علي الغديري، الجنرال الغديري اللي كان مدير البيرسونيل، مدير المستخدمين بوزارة الدفاع، معناه منصب عالي جدا في وزارة الدفاع. ومن وراءه الرسالة تاع قايد صالح هاجمت القديري ومن وراءه هما الجنرالات اللي طردوهم في الصيف، وخاصة الجنرال توفيق وأصحابه تاع الديالات سابقا. بمعنى أن الجزائر اليوم راهي مقبلة على كل شيء نتيجة للصراع والخصومات الكبيرة في هرم السلطة. قبل يومين ولا البارح مطلعين اختصاصات وزارة الداخلية
بداو ينحوا بعض الاختصاصات للمخابرات تاع طرطاق. معنى السعيد راه ينقص للاختصاصات تاع طرطاق واختصاصات ايضا تاع قايد صالح، اضافهم الى وزاره الداخليه، لان وزاره الداخليه الان راهي تحت يد ناصر. انتم تشوفوا بدوي، بصح بدوي هذاك راهو غير غطاء فقط، ازار. الحاكم الفعلي لوزاره الداخليه هو ناصر بوتفليقه، والحكام الفعليين اللي في جناح بوتفليقه راهم من مسيرده. يعني انا صحيح مره قربت لكم الفكره وقلت لكم ندرومه، لكن في الحقيقه ندرومه جزء من ندرومه. الجزء الاساسي، النواه الصلبه، هي من مسيرده. وذا كان يقول مسيرده كثير من الناس ما سمعوش بها. انا طبعا هنا لا اقصد سكان مسيرده الشرفاء، انا اقصد الاجنحه نتاع السلطه. فحينما اذكر مدينه او اذكر قريه فانا بكل احترام لسكانها واهلها، وانما نحن نتحدث عن الجماعه الحاكمه. كونيناف هذا من مسيرده مثلا، واخرين يعني ان شاء الله نحدثكم عليهم مرات اخرى في المستقبل. يعني اذا شوفوا وين وصلونا الجماعه اللي قالوا انقاذ الجمهوريه. مرات السؤال يطرح، مرات يطرحوا لي بعض الناس سؤال يقول لك طيب لو كان حكم الفيس كيفاش تكون الجزائر؟ هذا سؤال ايبوثيتيك كما يقال، لكن خلونا نحاول نجاوب عليه. وش معناها؟ هذا سؤال الإجابة المختصرة عليه هو لا يعلم ما لم يكن كيف كان سيكون إلا الله سبحانه وتعالى. الشيء الذي لم يحدث ما كناش عارفين كيفاش راح يكون في المستقبل إلا الله سبحانه وتعالى. هو الذي يعلم الأشياء كيف كانت وكيف ستكون وكيف، لأنه كل شيء عنده كن فيكون، فهو يعرف ما كان كيف كان ما كان كيف كان وما لم يكن كيف كان سيكون لو كان. هذه من الناحية المنطقية العقلانية. لكن من الناحية العملية الفكرية، كان أمام الدولة الجزائرية أن ما يدخلوش البلاد في الجحيم. كان أول غاردفو كما يسمى، أول ضمانة، هو أن الرئيس الشاذلي بن جديد موجود، والرئيس يستطيع أن يحل البرلمان إذا شاف لي البرلمان خرج عن الدستور. هذه أول شيء. الشيء الثاني، لو أن جنرالات الجيش تدخلوا بعد ما بقى نقولوا الفيس حكم 7 شهور 8 شهور 10 شهور وبدا يدير في مشاكل، بدا يخرب في البلاد، بدا يضرب في الناس، بدا يضرب في النساء مثلا كما كانوا يقولوا في الإشاعات، بدا يجيب لنا مشاكل مع الغرب مع الشرق، خلق لنا مشاكل معاه في كل مكان، ما عرفوش يسيروا البلاد مثلا. لو كان دخلوا ذاك الجنرالات كان ممكن عدد كبير من الناس يكونوا معاهم، بالرغم انها كانت تكون فترة قصيرة لتحكم عليهم، سنة مش كافية للحكم عليهم او حتى 2 سنين. لكن كان ممكن يلقاو سبب كما جماعة السيسي قالوا انه مرسي وعمل الى اخره. هي كذبة كبرى، لكن كان ممكن كان ممكن تلقى سبب وجيه تقول انا نحل البرلمان، نحل الحكومة هذه، لان الحزب اللي راه فيها هذا حزب راه ممكن يجيب مشاكل الدولة ولا الوطن. لكن للأسف لم يقوموا لا بهذا لا بذاك. إنما العقلية المترسخة لدى حكام الجزائر منذ الاستقلال، وهو أنهم ورثة للكولون. هم بالنسبة إليهم الشعب هذا يسموه غاشي الشعب، ولذلك تلقى الناس يشبهوا الشعب بزاف. ونعم كاين تصرفات سيئة يقوموا بها كثير من الناس، لكن في الحقيقة هذيك راهي فكرة عميقة، وهو يحب يظهر لك. ثم مرات حتى تشوفوا في قنواتهم هذه قناة العار يروحوا عند هذا البرلمان تاع الحفافات ونتاع الجماعة اللي يبيعوا الدروغ، يروحوا يجيبوهم يوريهم لك انهم جاهلين. لماذا؟ وعلاش مثلا ما راحوش جابوا لنا قايد صالح وورونا العلم اللي عنده، او جابوا لنا بعض الجنرالات كبار الجنرالات وسقساوه اخر كتاب قرأته، اخر مقال كتبته. علاه ما يروحوش يديروا عند الجنرالات وعند لماذا؟ باش يظهروا باللي السيفيل انا معاهم في نقطه، وهو ان هذا مش برلمان، هذا تحفافات ونتاع دروغ. لكن هما الفكره الخفيه باش يظهروا باللي السيفيل المدنيين لا يصلحون للحكم.
فأنت بطريق غير مباشر في ذهنك، في اللا شعور نتاعك، تبدا تقول واش هذا السيفيل هذا ما يعرفوا والو، هاك تشوف هذا تاع البرلمان، هاك تشوف الوزير الفلاني ما يعرف والو هذا. باش واش يبقى؟ تبدا تسمع من بعد عفوا، تبدا تسمع المؤسسة الوحيدة اللي واقفة في البلاد هي الجيش، المؤسسة الرئيسية هي الجيش. يتركز هذا. أصبحت الجزائر لم تعد للجزائر الدولة الجزائر لها جيش، أصبح لجيش الجزائر كما قال حربي المؤرخ الكبير، لجيش الجزائر دولة. بمعنى أنك الآن كان كتب لي واحد نتذكر هذه أيضا، قال لي نقرأ لكم هذا الآخر ونتحدث عن الموضوع هذا. قال لي قيادة الدولة غائبة. سمعت نشرة أخبار الواحدة تاع يوم 9 أول أمس، لا نشاط رئاسي ولا نشاط وزاري، لا برقية لا سفير استقبل أو طرد. كل النشر على الوضع الأمني. مديرية الصناعات العسكرية في تطور كبير، الشرطة جابوا كاميرات حديثة، التقنية تحمل في الهليكوبتر، الحماية المدنية تتدخل في حوادث المرور، انتشال الجثث المختنقة من الغاز. وكأنها أضاف وكأنها نشرت الأخبار بهذا التسلسل المرعب والمرهب والمفزع، تقول أننا نعيش في غابة كبيرة وليست دولة ذات سيادة. رحماك ربي، الله المستعان على الظالمين. مقصود هذا. كاين فكرتين مقصودتين. فكرة الأولى لازم يوريك باللي المدنيين فاشلين، وبالفعل أنت لما تشوف درك الأحزاب هذه اللي قائمة، تشوف البرلمان، تشوف بلديات، فاشلين. بصح هما اللي خيروا الفاشلين، طردوا الصالحين، طردوا القادرين، طردوا المثقفين، طردوا الكفاءات، وجابوا الأسوأ الأفسد الأفجر الأجرم الأخبث، وحطوه لك باش انت تكفر بالمدنيين. النقطة الثانية لازم يوريلك باللي الدعوة كلها أمنيات، شرينا كذا، هليكوبتر كذا، سلاح كذا، الجيش كذا، قايد صالح راح لهيه، دار هذه مناورات هنا، عمل لهيه. راه الرعب الأمني باش انت دائما تفكر أخويا الحمد لله هذا الجيش راح حامينا، احنا راح حامينا. كما مرات قناة النهار وجريدة النهار تاع العار، كثير من العناوين، لولا الجيش لاخترقتنا داعش قبل سنتين، هذا لولا الجيش لكانت القاعدة اليوم في العاصمة، لولا الجيش لجاتنا الميليشيات من ليبيا. الجيش إله. هو ما يقصدوش الجيش، يقصدوا الجنرالات. الجنرالات يصبحوا آلهة، هما اللي يحموك من الموت، هما اللي يحموك الوطن، هما اللي يحمولك دارك، سينو تولي تدخل على 5 تاع الصباح كما دائما تسمعوها. هما اللي يحموك من داعش، هما بصح احنا شفناهم واكتشفناهم انهم تجار كوكايين، انكم انتم انفسكم طيحتوا جيش جنرال البوليس اللي تحته 250,000 بتهمة غير مباشرة، لكن كانت تاع الكوكايين. ولما قال شكون هو الصالح اللي يحب يحارب الفساد، يقصد القايد صالح، قال اللي يحب يحارب الفساد لازم يكون صالح. ثم دخلتوا جنرالات آخرين للسجن، ثم هاو عليه غديري درك هذا ما عندوش تهمة نتاع مخدرات ونتاع أموال، قلتوا عليه طرحتوا عليه كل الألسنة. من قبل دخلتوا الجنرال بن حديد للسجن. معناها الأرباب اللي رسمتهم لنا راهم متشاكسين ومتاكلين ومتصارعين. إذا البلاد هذه وين تروح؟ ينشر لك اليأس المطلق وتصبح الناس يائسة. وكم تأتيني من رسائل اليأس ورسائل أني راح ننتحر ورايحة ننتحر ونروح بالبوطي وكون نموت معليش ونرفد الأولاد ونروح. وأحيانا يا إخواني والله غير من مسؤولين في الدولة، وليس فقط من عند الناس، مسؤولين. لماذا؟ لأنه تحطيم الفكرة نتاع هذه البلاد تقوم لها قائمة، تحطيم الفكرة نتاع الشعب الجزائري يبني دولة، ويطلق لك في إشاعات الفار ما يدير عولة والعربي ما يبني دولة. هذه كانت الأنثروبولوجيين تاع فرنسا
في سنوات 1860 و70 و80 كي كانوا يرسخوا في الاستعمار كانوا يطلقوا الإشاعات هذه. والمناسبة كاين إشاعات كثيرة نتاع ما بين العرب والقبائل، كتبوا كتب يميزوا فيها ما بين العربي والقبائلي باش هذه هي كانت استراتيجية يومها. ومرات كاين بعض الشباب يعاودها ما يفيقش، سواء من هذه الجهة ومن هذه الجهة، ما هو ما على بالوش باللي راه يعاود فيما كتبه الأنثروبولوجيين والسياسيين نتاع فرنسا في القرن ال19، لأن كانت سياسة فرق تسد، وكان لازم يفرقوا الجزائريين باش يقدروا يحكموا الجزائر، وبالفعل حكموها 130 سنة 132 سنة. إخواني، بلدنا جابت الرجال وجابت النساء، وعندما استطاعت بعد 132 سنة أن تخرج فرنسا، فأنتم تأكدوا أنكم ستستطيعون أن تخرجوا الحثالات نتاعها الفاسدين الرديئين اللي ما عندهمش تفكير منطقي ولا عقلي ولا، ثم الآن كبروا وتجاوزوا سن معين، وكثير منهم خرف. يعني يقول لك الجيش، وإحنا نعرفوا أنه الآن أكبر قياداته 79 80 82 84. بن علي 84 سنة، أكبر فريق بعد القايد صالح. أحذروا خاصة من نشر اليأس، ما تنشرش اليأس. نعم نستطيع، كما قالها الأمريكي الأسمر. الأمريكي الأسمر كان باباه راعي من إفريقيا، لكن أصبح رئيس أمريكا. نعم يقدر يقول لي واحد كانت لوبيات كانت، لكن في النهاية الشعب الأمريكي الأسود اللي كان عبيد، الأمريكيين السود اللي كانوا عبيد وكانوا يضربون حتى الموت ويجوعون حتى الموت ويسجنون حتى الموت، وكانوا ملك للحاكم الأبيض لصاحب المزرعة. ويا ليت تقرأوا مالكم إكس، مارك شاباز بعد أن أسلم، وكتاباته الرائعة. ويا ليتهم عفوا تشاهدوا فيلم شاهدته قبل 40 سنة، كان عمري 15 سنة، اسمه كونتي كونتا، قصة رجل أسود كيف كان عبد وكان إلى آخره. يا ليت هؤلاء الأفارقة السود وصلوا، جاء رجل منهم وأصبح رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، أكبر إمبراطورية في التاريخ. اليهود كان قبل 70 سنة 80 سنة في الولايات المتحدة جي داخل للمطعم أو للمقهى يقول ممنوع اليهود، ممنوع الكلاب وممنوع اليهود. ما تظنوش باللي اليهود الآن اللي راهم مسيطرين على مراكز عالمية ومسيطرين على كثير من المواقع وكذا، جاهم راهو هتلر قتل منهم الملايين. الأوروبيين النصارى البيض قتلوا أوروبيين بيض لأنهم كانوا يهود. مع ذلك شوفوا اليهود اليوم، نحن أولى من أن نسترجع بلدنا، ونحن في وضع أقوى مما كان سود أمريكا قبل 50 سنة. أرجعوا لمارتن لوثر كينغ وخطابه الشهير I have a dream، لدي حلم. وارجعوا إلى الكتاب اليهود، نختلف معاهم هذا شيء آخر، نختلف معاهم على المشكلة أنهم يحتلون أراضي مقدسة لنا، لكنهم صنعوا، كانوا من لا شيء، كانوا مضطهدين في أوروبا في القرن ال18 وال19 والقرن ال20، ومع ذلك مضوا وصنعوا وعادوا. وها هم اليوم كاين دول تخشاهم وكاين دول تتقرب منهم إلى آخره. على كل، قبل أن أختم، لأني حبيت نرجع لهذا الانقلاب. كان انقلاب ثلاثي، انقلاب 11 يناير 92 كان انقلاب ثلاثي، كان انقلاب على الرئيس، والرئيس كان منتخب سواء اتفقنا معه ولا اختلفنا آنذاك، وكان انقلاب على دستور كان الشعب استفتى حوله قبل 3 سنوات فيها 89 في مارس فبراير 89، وكان انقلاب على انتخابات جرت لتوها والشعب الجزائري اختار من يحكمه.
تتفق تختلف مع من اختار الشعب الجزائري، هذه قضية تخصك، لكن هذه الحقيقة. أنا ما أريد من إخواني دائما أن نكون منصفين وخاصة مع الخصوم. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. العدل، قل الحق ولو على نفسك، قل الحق ولو كان مر، كل هذه الأشياء قريناها وإحنا صغار. العدل هو ميزان كل شيء. مرات يسألوني الناس لو كان يكون عندك الأمر وش حاجة أول حاجة تديرها؟ أنشر العدل. العدل السياسي، العدل الاقتصادي، العدل الاجتماعي، العدل الفكري، العدل. لأن العدل يعيد الكرامة، يعيد الحرية، يعيد العقل. ما نصبحوش كم كتل كما رانا اليوم، غاشي لا نساوي شيء، وأصبحنا فضيحة أمام العالم أجمع، مسخرة. القنوات الإعلامية الفرنسية وأحيانا حتى عربية مهزلة. رئيس محنط تماما، دين لا عهدة خامسة، كارثة. لأنهم الآن الأمريكيين والفرنسيين، وبهذا أختم، الأمريكيين والفرنسيين أعطوهم ضوء أخضر. إلا تقدروا تضمنوا أنا ما تشراش احتجاجات عندكم وثورة وانتفاضة، فاحنا ما عندناش مشكلة أنكم تدوا بوتفليقة إلى عهدة خامسة. على هذيك الآن راهم أقوى شوية. وشفنا المهرج تاع غول اللي كان قبل شهر ينادي بتمديد العهدة سنة وسنتين، لأن كانوا خايفين أن الأمريكيين والفرنسيين ما يوافقوش. بدأ الآن يقول لك لا احنا ماشيين لعهدة خامسة. طبعا الفرنسيين والأمريكيين قالوا هالهم نتاع باش يشوفوا وش يقدروا يدوا من عندهم. إذا مرت العهدة الخامسة يا إخواني راهو راح يكون استعمار غير مباشر أكثر مما هو اليوم. راهو ستنهب ثرواتنا أكثر مما هي اليوم. راهي ستفقر الجزائر وشعب الجزائر أكثر ما هو مفقر اليوم. لأن العصابة لا يهمها إلا أن تبقى في السلطة وتبقى في النفوذ وتبقى في الأموال، وليذهب الجزائريون كلهم إلى الجحيم. لن نذهب إلى الجحيم بإذن الله. سننظم أنفسنا، سنجتهد، سنتعلم، سنقرأ، سنرى التجارب، وننشئ المجموعات كما كلمتكم عليها أكثر من مرة، ونمضي في إعادة استرجاع بلدنا، استرجاع وطننا، وأن الشعب الجزائري يعيش حر كما أراد له الذين حرروا البلاد وماتوا من أجل هذه البلاد، سواء في الثورة الأخيرة ثورة 54 أو ما قبلها من ثورات عبر التاريخ. لكن احذروا دائما إخواني، احذروا المجرمين الذين يريدون أن يقسمونكم إلى طوائف وشعوب متقاتلة. حياكم الله إخواني أينما كنتم. السلام عليكم ورحمة الله.